اما تيجي تتفرج على ماتش الزمالك والبنك الاهلي لازم أن تبقى عارف ان نادي الزمالك عنده مدير فني فاهم كوره. خلي بالك في الفتره الاخيره كل الناس عماله تنتقد اسوريو، انت ليه بتبدا التشكيله غلط وفي الشوط الثاني بتعدل وتعمل تغييرات فبتخلي شكل المباراه او شكل نادي الزمالك بيبقى حلو. اي حد على فكره هيجي يدرب الزمالك هينزل نفس التشكيله اللي بينزلها اسوريو، خلي بالك. وانا لو جيت انا وانت ودربنا الزمالك اللي احنا بنفهمش هننزل نفس التشكيله. بس ايه اللي يفرق مدير فني فاهم كوره ومدير فني صايع كوره؟ مدير فني فاهم كوره اللي هو بننزل تشكيله وهنلعب كده وهنلعب بالحته دي ومش عارف والكلام الفاضي ده. لكن مدير فني صايع كوره اللي انا وانا في المباراه اكون قاري الملعب، شايف الملعب صح، عارف ايه ايجابياتي وايه سلبياتي، وعارف ايه ايجابيات الفريق اللي انا بلعبه وايه سلبياته. مش واقف على الخط مش شايف. تلات ارباع المديرين الفنيين في مصر بيبقوا واقفين على الخط مش شايفين اصلا. هو خلاص نزل التشكيله وكل مره او كل ماتش هينزل نفس التغييرات، يلا وانا وحظي. لكن ايه المدير الفني اللي هو يبقى صايع كوره، اللي فاهم كوره، اللي بيقرا الملعب، اللي شايف الملعب. انا عارف امتى انا شايف اللعيب ده كويس النهارده ولا وحش، مش خلاص تشكيل. خلي بالك التغييرات في الشوط الاول هو طلع مين؟ طلع عبد المجيد وطلع محمود علاء. وخلي بالك محدش بيعملها اللي هو يطلع قلب دفاع مره واحده. لكن فعلا في الشوط الاول في هجمات كتير على نادي الزمالك، وكان يعني محمد عواد يعتبر من نجم المباراه في الشوط الاول. من ايه يعني؟ في دبل كيك وفي كره هو مطلعها تاني وانفرادات. فالراجل راح سحب اتنين ونزل بدلهم المسلوسي ونزل بدلهم الزناري. فده مدير فني فاهم الملعب شايف الملعب. حتى التغييرات قفل بيها نص الملعب بالرؤى ونزل لك شيكابالا جاب لك جون. يعني مدير فني فاهم، مدير فني صايع كوره، فاهم، واقف على الخط شايف الملعب، عارف ايه ايجابياته وايه سلبياته. انا الدنيا بايظه عندي منين؟ من قلب الدفاع طلعتهم ونزلت اتنين بدلهم سدوا الدنيا. خط النص عندي ما متاخد مني راح رامي لك رؤى. عندي محتاج انشط في الهجوم شويه راح رامي لك شيكابالا وهو فرق جاب لك جون. حتى خلي بالك انت بتحكم على مدير فني ما عندوش اقل الامكانيات، ما عملش اقل حاجه هو محتاج اللي هو يدعم فرقته. خلي بالك ولا فلوس بياخدها ولا جاب لعيبه، وانت بتطالبه اللي يعمل شو عالي ويعمل اداء ما حصلش بلعيبه انا مع احترامي باقل امكانيات، لعيبه اقل امكانيات. يعني مش تدعيمات النادي الاهلي، مش تدعيمات بيراميدز، مش تدعيمات يا عم فيوتشر. فلوس ما فيش، اللعيبه ما بتاخدش، خلي بالك. وهو ما بياخدش فلوس ومأدي لك يعني متعدد لك مع بيراميدز اللي هو اقوى سكواد واقوى تدعيمات في الدوري، متعادل لك مع المقاولين وانت عارف يعني ايه يعني ظلم. الزمالك اتعادل ظلما، يعني المفروض الماتش ضربه جزاء لنادي الزمالك تفرق، واخد بالك. والنهارده بيكسب لك البنك الاهلي عنده مدير فني كويس ولاعيبه كويسه. فانت عمال تحكم على مدير فني وانت مش مديله ابسط حقوقه فلوسه، وما خليتوش يعرف يعمل تدعيمات، وانت عمال تنتقده، عمال تقول ده مدير فني مش كويس، مدير فني ليه الشوط التاني بيبقى تغييراته افضل. يا عم ده كده حاجه كويسه في صالحك، اللي الراجل بيبقى قاري الملعب بيعرف يصلح الملعب عنده، واخد بالك، مش بيكابر، شاف غلطاته فين راح مطلعها منزل. في مدير فني عشان يغطي على اللي هو عمله في الشوط الاول بيسيبهم ما عشان ما يبينش ما يكشفش نفسه. فانت عندك مدير فني فاهم كوره، اديله ابسط حقوقه، اديله لعيبه كويسه هو يختارها، اديله فلوسه ويخليه يطبق طريقته، هتشوف واحكم عليه يا عم. مش بقول لك هيبقى يا عم هيولع الدنيا، بس شوفه واحكم عليه. لكن ولا انت جبت له لعيبه ولا مديله فلوسه وعمال تنتقده على الفاضي. ده الراجل ربنا يستر ويطلع من عندنا سليم، ده هيموت. يعني الراجل بيصعب عليه اقسم بالله. انا مع احترامي لعيبه الزمالك الناس لغايه دلوقتي ماشيه كويس وماديه وربنا يكرمهم، بس مش اعلى مستوى، مش هي دي لعيبه نادي الزمالك. سلم الراجل ده فريق 2019 و2020 لما كان في بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد وساسي وشوفوا
حتى في ماتش افريقيا الراجل نزل لك تشكيله ما كانتش حلوه في الشوط الاول، واداء اللعيبه كلها في الشوط الاول ما كانش حلو، بس عمل تغييرات، نزل شيكابالا ونزل اوباما، فرقوا جدا، هم اللي كسبوك المباراه. فالمدير الفني الصايع يا جماعه اللي يكون واقف على الخط قاري الملعب، مش اللي بينزل تشكيله. ما انا ممكن يلا هنلعب ب 4 2 3 1، يلا ده باك رايت حطه هنا، ده سيرد باك يحطه هنا، ده باك ليفت، ما سهله ويلا يا جماعه. لكن واقف على الخط مش شايف، اعمى. لكن المدير الفني اللي يقدر يشوف الملعب، ودي موهبه على فكره مش عند اي حد، اللي هو بيبقى واقف على الخط قاري الملعب، شايف ايجابياته وسلبياته، شايف ايجابيات الفريق التاني وسلبياته، هو ده المدير الفني الصح. اديله بقى امكانيات لعيبه، اديله فلوسه، واتفرج عليه واحكم عليه. ولو انت لسه بتسمعني يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك. سلام.